جديدة. لنبدأ اليوم معنا التمرين الأول الذي يقول اربط. معنا من هذه الجهة أرقام من 1 إلى 5، ومن هذه الجهة كريات تحسب أو تؤكد الأرقام. الرقم الأول 4. على التلميذ في هذه التمارين أن يحسب عدد الكريات ليجد العدد المناسب. نبدأ أول سطر، عدد الكريات هو 1. ننتقل للسطر الثاني ونحسب 1 2 3، ليس هو. السطر الثالث 1 2، ليس هو أيضا. والسطر الرابع 1 2 3 4، وهنا 4، إذا هذا هو. نربط بسهم نربط التمرين. السؤال الرقم الذي يليه 5، ويحسب التلميذ 1 2 3 في السطر الثاني، وليس هو. السطر الثالث 1 2، ليس هو. السطر الرابع انتهينا منه. السطر الخامس 1 2 3 4 5، وهو. إذا نربط هكذا من 5 إلى الدوائر وانتهينا. الرقم الثالث هو 3، ونحسب 1، ليس هو. السطر الثاني 1 2 3، وليس هو. نعم هو. العملية أو الرقم الموالي هو 1، وهي الأولى 1. إذا نربط العملية الأخيرة 2، وما بقي 1 2. إذا نربط. الآن ننتقل إلى التمرين الثاني والذي يقول لون. الجزء الأول من التمرين يقول لون الكرة الذي في اليمين باللون الأخضر. اليمين نكتب به باللغة العربية. إذا هذه هي الكرة اليمين. قالوا لنا أن نلونها بالأحمر. نضع فقط خطوطا هكذا بالدليل على أننا نعرف الجواب. الجزء الثاني من التمرين يقول لون كرة اليسار باللون الأسود. نضع أيضا هذه الجهة اليسار، بما أن هذه اليمين تبقى هذه اليسار. إذا نكتب لونها، نلونها هكذا. عمل جيد. الآن ننتقل إلى التمرين الثالث والذي يقول احسب. الجزء الأول من العملية الأولى تقول 5 زائد 5. للحساب علينا أن نضع الجزء الأول، الجزء الأكبر في رأسنا، الجزء الأول في رأسنا وهو 5، والجزء الثاني في أصابعنا، ونكمل 5 6 7 8 9 و10. إذا الجواب 10. نكتبها 10. العملية الثانية تقول 3 زائد 6، العدد الأكبر وهو 6، ونكمل 6 7 8 9. إذا الجواب هو 9، ونكمل. رائع، أحسنتم. العملية الثالثة تقول 1 زائد 8. نضع 8 في رأسنا ونكمل 8 9، وإجابة 9 أيضا. ونكتب 9. وتبقى لنا العملية الأخيرة من التمرين 2 زائد 2. كما قلنا في التمرين الأول، بما أنهم متساويين نضع أحدهما في رأسنا. نضع 2 و2 الأخرى نحسب بها في أصابعنا. 2 3 4. إذا الجواب 4. أحسنتم. والآن ننتقل إلى التمرين الرابع والخامس المتبقية. والآن سننتقل للتمرين الرابع والذي يقول أكمل. لدينا هنا 3 مجموعات، في كل مجموعة تحتوي على خانة، وبالخانة رقم، ومن خلال هذه الدوائر علينا الإكمال للوصول إلى الرقم المحدد. فنبدأ بأول عملية. العملية لدينا خانة رقم 1 فيها 1 أيضا.
وتحتوي على عدد معين، وعلينا من خلال هذه الكريسات أن نصل إلى العدد المطلوب. لنبدأ بأول سؤال أو مجموعة. لدينا هنا في الخانة عدد رقم 1 وعدد الكريسات الموجودة أو التي الموجودة هو 1. إذا العملية أو الإجابة واضحة في السؤال، إذا هو محلول. هذه وكأنها كيف نقول خدعة لمحاولة اكتشاف ذكاء التلاميذ، ونتمنى من تلاميذنا أن يكتشفوها. ننتقل للثانية. لدينا هنا بالخانة لدينا رقم 9 ولدينا 3 كراسات لنكمل. 1 2 3 ونكمل 4 5 6 7 8 و9. أحسنتم. الموالية لدينا في الخانة 6 وهنا 1 كراسة واحدة ونكمل 1 2 3 4 5 و6. وهكذا قد نكون أكملنا التمرين الرابع، وعلينا بالانتقال إلى التمرين الخامس. والآن التمرين الخامس والأخير الذي يقول: اشترى والدك 3 أنواع من الفاكهة: تفاح، موز وبرتقال. كما هو في الطبق اسم هذه التفاح والموز والبرتقال، ومن شراهم الأب والوالد. هنا 1 2 3 تفاحات، 1 2 3 4 و4 برتقالات، و1 2 3 موزات. والسؤال يقول: أجب بصحيح علامة صحيح للإجابة الصحيحة و X للإجابة الخاطئة. لدينا الموزات بقدر التفاحات. لنعرف يا أطفال علينا بالحساب في الطبق. الموزات بقدر التفاحات. لدينا الموزات كم عددها؟ 1 2 3. التفاحات كم عددها؟ 1 2 3. إذا نضع علامة صحيح لأنها صحيحة. أحسنتم. السؤال الثاني يقول: التفاحات أكثر من البرتقالات، هل هذا صحيح؟ لنحسب. لدينا التفاحات 1 2 3 والبرتقالات 1 2 3 4. هنايا راهم نقول لكم أن التفاحات أكثر من البرتقال، وهنا نقول لكم أن البرتقالات 4 والتفاحات تسمى خطأ. ضروري خطأ. نديرو علامة في. سؤال موالي: البرتقالات أكثر من الموزات. الموزات قلنا عددهم 3 والبرتقالات قلنا عددهم 4. أي نعم متأكدون بصح. 1 2 3 4 للبرتقالات، 1 2 3 للموزات. يسمى البرتقالات أكثر من الموزات. صحيح. ونديرو. وإن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش تشتركوا القناة وتفعلوا جرس الجرس وتشاركوا الفيديو باش تنالوا الفائدة إن شاء الله. وإن شاء الله يكون عجبكم هذه المراجعة الخفيفة والبسيطة. وإلى اللقاء. مع السلامة.